شوحت اللحمة اهي. طيبها بقى شوية على مية مغلية. سيبها شوية. طبقة من الفلفل. تمام كده. وده التوم. كتير الأول بعدين هرجع لكم. شوحت اللحمة اهي. طيبها بقى شوية على مية مغلية. سيبها شوية. طبقة من الفلفل. تمام كده. وده التوم. كتير الأول بعدين هرجع لكم. شوحت اللحمة اهي. طيبها بقى شوية على مية مغلية. سيبها شوية. طبقة من الفلفل. تمام كده. وده التوم. كتير الأول بعدين هرجع لكم. شوحت اللحمة اهي. طيبها بقى شوية على مية مغلية. سيبها شوية. طبقة من الفلفل. تمام كده. وده التوم. كتير الأول بعدين هرجع لكم. شوحت اللحمة اهي. طيبها بقى شوية على مية مغلية. سيبها شوية. طبقة من الفلفل. تمام كده. وده التوم.
فيها الأول، بعدين هرجع لكم. طبعا دي الصلصة، واحدة صلصة اهي، معجون طماطم بدون ملح، طبيعي 100%. وآكل هذا المعجون نحطه هنا كده، البامية مغسولة. سيبي بقى التليفون في حاله بقى. بعدين نحط توابل وملح، ايه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تعالوا بقى أوريكم بعد ما رجعت من المنطقة التعليمية طبعا وما عملتش حاجة، زي ما رحت زي ما جيت، مفيش حد سأل فيا ولا حد اداني حقي. عديت كده جبت بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. بصراحة كنت هموت على الخبز. جبت خبز، جبت ده خبز بربع دينار، كام رغيف؟ ادي واحد، شوفوا الرغيف عامل ازاي ما شاء الله. ده خبز مصري من الفروانية بربع دينار. شوف ما شاء الله، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شفتوا ما شاء الله الرغيف عامل ازاي. لا وكمان يعني ينفتح بسرعة. شوف شكل الرغيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا الرغيف ما شاء الله، الرغيف عامل ازاي ما شاء الله اهو، ما شاء الله الرغيف اهو. شوفوا الرغيف ما شاء الله ما شاء الله اهو. جبت 10 ترغفة، 10 ترغفة بربع دينار. ده خبز مصري. وتعالوا شفت جبت ايه كمان. طبعا قلت اطبخ طبخة كده ترم العضل يا عيني، بعد ما جاية زعلانة وبكيت لما قلت يا بس ان حد يسأل فيه او حد يخلص لي اوراقي، مفيش. فوضت امر لك يا رب، والله احتجت بقالي سنة. جبت كمان، عديت على الجمعية كمان، جبت كيس بامية، استنى ما اشوف كده. بامية نوعها بامية زيرو. جبت كيس بامية زيرو اهو. تمام. كيس البامية ده بنص دينار، بامية مجمدة البامية. ودي طبعا الخبز الجميل اهو ما شاء الله عليه. طبعا جبت بقى حاجة، قولولي ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كلكم بتحبوها طبعا ومن زمان ما جبتهاش، من يوم العيد الكبير. جبتيه يا كوكو. هقول لكم جبت ايه. تعالوا كده، اسمه ايه ده؟ مش مكتوب على الكيس حاجة، لا اكيد مكتوب عليه جوه اهو. لا المهم جبت مامي لحمة. جبت نص كيلو لحمة ما شاء الله، قلت اعمله على البامية. تعالوا نشوف النص كيلو لحمة كام حتة. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ما شاء الله. شفت نص كيلو لحمة وعليه كمان حتة بيضة اهو عشان خاطر البامية، حتتين بيض. وعليه كمان ادي كمان حتة دهنة اهي عشان اخرجها واعمل بيها البامية. ايه رأيكم في نص كيلو اللحمة اهو؟ نص كيلو لحمة جميل اهو ما شاء الله كتير. ادي 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله. نص كيلو لحمة 6 حتات. وادي حتة بيضة
اهي. تعال وادي ده هنجيب بقى 3 فصوص توم، بعدين ملح، كمون، توابل اللي عندي يعني، وبعدين كمان بصلة مبشورة، دي بصلة، وادي كيس البامية. تعالوا نروح عند البوتاجاز نسوي. توكلنا على الله على المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا كده على البوتاجاز، بامية أمريكان، بامية أمريكان. ده الزيت اللي عندي المشهور. روح كب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نحط حتة الدهن دي كده، اللحمة البيضة طبعا كده حتة كده. مسكت اللحمة فرحانة بيه أوي أوي، مبسوطة أنا النهاردة عشان جبت نص كيلو لحمة. نص كيلو لحمة دي نسيت أقول لكم، كيلو لحمة ب3 دينار ونص، الكيلو ب3 دينار ونص. بس كده. الزيت عشان البصل. شوية كده. حط الطماطم دلوقتي، خليها على النار شوية وبعدين أرجع معاها. شوحت اللحمة اهي، خليها
شوية على مية مغلية. نسيبها شوية. طبقة من الفلفل. تمام كده. وده التوم. كده الأول.